اللانش بوكس اللي مجنن كل الامهات. جات لي حاله من يومين بتقول لي ان ابني بيرجع من المدرسه رافض ياكل اي حاجه من اللانش بوكس بتاعته وبيجي جعان لحد البيت. طب انا قعدت اكلمه واساله ايه السبب، قال لي ان هو اصحابه بيبقى معاهم بسكويت وعصاير وحاجات كتير في اللانش بوكس، طبعا دي كلها مش صحيه. طب ايه الحل؟ نتصرف ازاي علشان ما نحرموش وبرده ما نحطوش في موقف وحش ونفرض عليه حاجه ممكن ما يرضاش ياكلها ويفضل قاعد من غير اكل طول الوقت دوت، فبالتالي مش هيعرف يركز. بدل ما نديله عصاير جاهزه ممكن تعملي له عصاير فريش وطبيعيه وحلوه، تحطي في ازازه شكلها جميل وملونه وعليها عصير. ممكن تعملي له بدل البسكويتات الجاهزه تعملي له بسكويت شوفان او بسكويتات صحيه في البيت وتديها له في باكيت حلو كده. ممكن تقطعي له الخضار باشكال حلوه بقطعات شكلها جميل بحيث ان هو يبقى بياخد معاه اكل صحي. خلي بالك ان اللانش بوكس مش مجرد منظر، انت لازم تعودي ياكل اكل صح في المدرسه وفي البيت علشان كمان اصحابه يغيروا منه ويتعلموا ياكلوا اكل صح زيه.